السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رامي كريم النهاردة في فيديو كده جديد على الفهد الساطع واحد عين الهدف. زي ما أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات إن أنا كل فترة من فترة للتانية كده هعمل فيديوهات وأرد، يعني أتكلم يعني في أي حاجة تيجي على بالي، يعني من غير لا ورق ولا تحضيرات. يعني في استثناءات كده في حياتي بعملها، اللي هو لو في برامج انا مثلا بعملها بورق وتحضيرات وتصوير ومونتاج كل واحد ليهم جدول والحاجات دي، ففي استثناءات تانية ما بعملش فيها الحاجات دي، اللي هو ايه، بطلع اتكلم على طول، اصور اتكلم انزل الفيديو وخلاص. تمام. ده عشان لو الوقت عندي زحمة قوي ومحتاج اني اقول حاجة او اكون متواجد على القناة مثلا، او عشان ايه القناة تفضل شغالة ما توقفش، اللي هو لو ما نزلش عليها فيديوهات مثلا مدة طويلة، فبعمل ده، هو الفيديوهات وبنزلها على طول. ايه ده؟ تمام. اولا رسالة لخرفان البن طبعا اللي احنا عارفينهم. يعني شوفوا انتوا عاملين تنبحوا بقالكوا قد ايه. هل انتصرتم؟ انتصرتم؟ هل كسبتم؟ هل فزتم؟ اللي هما التلاتة حاجة واحدة اصلا. ابدا. قاعدين تهوهوا في قنواتكم، انتوا شوية وقنوات مكملين شوية، احمد سمير والشلة دي ومحمد ناصر. أحمد سمير مثلا كل ما متصل سيساوي يطلع يواجهه، يقوم أحمد سمير يشتمه ويهينه. مثلا المتصل يقول له أنت ليه بتشتم فخامة الرئيس؟ يقول له يا عم إيه؟ فسمير يقول له يا عم فخامة إيه؟ ده لا فخامة ولا حاجة، ده ابني كذا وكذا. يا عم الرئيس بس ما تقولش عليه رئيس. أنت مالك؟ ده رئيسنا، رئيس بلدنا، أنت مالك؟ الإردوغاز طيب بتاعكم دوت اللي مشغلكم، مش كنتوا بتقولوا عليه الخليفة وما خليفة والحاجات دي؟ آه، انا عارف طبعا. طبعا هي دي حاجه مش محتاجه قواله، يعني لان دي حاجه مفهومه لوحدها، اللي هي زي ما بنقول الجمله الشهيره بتاعتنا، هي عادتهم ولا هيشتروها. انا لسه قاري من كام ساعه على موضوع 19 اللي ماتوا في المنوفيه. انا من المنوفيه اصلا، بس سمعت الخبر عنه. الله يرحمهم طبعا. طبعا الخرفان هيستغلوا الموضوع دوت، وعشان بقى يضربوا بيها مصر ويتهموا فيها، يقول لك فين الطرق اللي انتوا بتقولوا عليها، وفين الكباري ومش عارف ايه، ما حوادث بتحصل اللي بيقولوها على بعد كل حادثه بتحصل طبعا. احب اقول لكم هب 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 وبراحتكم. ماشي. آه. اللي حصل ده قضاء وقدر. اهمال بقى، في اهمال مش اهمال بس، الحوادث قضاء وقدر. يعني هما لما بيقعدوا يتهموا آه ان إن الرئيس أو الداخلية أو أمن الدولة هي اللي بتموت الناس وبتعمل لهم الحوادث والحاجات دي. على فكرة هم أكيد هيطلعوا يقولوا لك إن ال 19 دول كانوا بيتكلموا عن قضية فساد وماتوا في الحادثة دي بعدها. أنا عارف إن هم يقولوا كده والله. أنا بقول مثلا، يعني هم ما قالوش بس توقع إن هم ممكن الخرفاني يقولوا كده. بس أنا بقول أهو رسالة من خلالي، لو قالوا كده يبقى كلامهم كذب 100%، مش 100، مليون في المية. عشان ما اكونش ببالغ، ما انا بالغت وخلاص. يبقى كان يعني.
فالله يرحمهم. وطز في أي عدو داخلي أو خارجي موالي لإعلام الكيان، ابن الكلب، أقصى حاجة في الشتايم أقولها. هي كلمة عادية، ابن الكلب، ابن الجزمة كده، أو يا كلب يا واطي يا منافق يا خاين، دي أقصى كلمات أقولها. إنما بقى الأم والأب والحاجات اللي هما بيقولوها ديت، أو اللي بلاقيها في التعليقات، اللي هي اللي أمك يا ابن يا ابن الشر. طبعا انتوا فاهمين باقي الحروف. ده مش دول بقى مش سكتي، هي الحروف المتقطعة اللي أنا لسه قايلها دي. آه، فهم الخرفان دول مهما يعملوا، مهما يهبهبوا، تمام، مش هيقدروا عليه. لازم تكونوا فاهمين الكلام ده كويس أوي يا خرفان. طب هيفهموا الكلام ده ازاي؟ عن طريق بلبل مصر، نشيروها له. السلام عليكم، وتحيا مصر، يحيا السيسي، ولا للتهجير. احنا مع اهلنا واخواتنا في غزة. طز في الخرفان، طز في الكيان، اللي هم الخرفان والكيان دول حاضنين بعض ولا ايه دول، يعني حبايب قوي، لكنهم بيستقبلوا بعض حضن مطارات كده، اللي هو الكيان يقول خبر، الخرفان يصدقوا عليه، وتبقى البانة بقى. بصوا إعلام الكيان بيقول إيه، بصوا الصحافة الإسرائيلية بتقول على مصر إيه، بصوا مش عارف كذا. كل ده هبد في هبد، سواء اللي بيقولوا له إعلام الكيان علينا، أو سواء اللي بيقولوا الخرفان ده علينا، أو سواء موالاتهم لبعض، الخرفان والكيان. إيه ده، هي لسه ما اتشيرتش؟ ما تشيروها له بقى ونخلص. السلام عليكم.